السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده الفايش الصعيدي بكل اسراره اللي تخليه ناجح معاكي وهش ولونه حلو زي كده اهو. حاجة تحفة، حاجة من الاخر، حاجة حلوة جدا جدا جدا. سمي الله واذكروا الله كتير ونصلي على الرسول، وتعالوا نبدأ بينا الوصفة. بس انا عايزة اوريكي الفايش هش ازاي، ومتحمص جدا ومفرغ جدا من جوه. يلا انزلي دلوقتي واعملي لي لايك على الفيديو. اول حاجة هنسمي الله، وهنجيب برطمان ناشف مفهوش ولا نقطة من المية، وكمان هنجيب سمسم. عندك سمسم هيمشي، عندك حمص هيمشي، عندك فول مدشوش هيمشي. اهم حاجة مفيش ولا حاجة من اللي احنا هنحطها يكون فيها مية او مبلولة، هتكون ناشفة جدا. البرطمان ناشف والبقوليات اللي معانا ناشفة كده. انا حطيت السمسم في البرطمان ناشف زي ما انتوا شايفين. كمية السمسم اهي لازم اغطيها باللبن، لازم كمية السمسم تتغطى باللبن. معاكي من نص كيلو وطالع لبن. تمام تمام. اهم حاجة يكون السمسم قليل عن اللبن، او يكون اللبن زايد عن السمسم، واللبن نازل من على البوتاجاز مغلي بالدخان بتاعه زي ما انت شايفة كده. بص الدخانة نازلة من اللبن، يعني اللبن نازل من على البوتاجاز على طول على السمسم مغلي. يكون هو بيغلي تروحي دلقاه على طول على السمسم وتحركيه كده. وهجيب الغطا بتاع البرطمان بسرعة واقفل. انا كده اتأخرت شوية. اللي تحطي الغطا جنبك وتروحي ايه قافلة ومغطية البرطمان. هجيب البرطمان ده بعد ما حطيت فيه الحاجات دي هحطه جوه كيسة او كيس او حلة، اي حاجة. المهم تكتملي كمان البرطمان ده. وهجيب البرطمان ده واحطه في حاجة دافية، في مكان دافي علشان يخمر معايا بسرعة. تاني يوم بالظبط في نفس الميعاد اللي انت عملتي فيه الخميرة ده، لو في الصيف هتلاقيها خمرت كده، لو في الشتاء هتاخد معاك يومين. تمام تمام كده. اللبن قطع معايا، يبقى الخميرة بسم الله ما شاء الله عليها زي الفل نجحت. انا هجيب حلة كبيرة وافضي فيها كل الحاجات دي. هنذكر الله ونصلي على الرسول. انا مش عايزة ولا حاجة في البرطمان، كل اللي في البرطمان ده هجيبه بشوية مية دافية لو احنا في الشتاء، لو احنا في الصيف مية من الحنفية. وهشطفه كويس وهروح حطاه على الحلة. انا مش عايزة ولا فتفوتة ارميها من خميرة اللبن دي اللي ريحتها وحشة. دي مش ريحة وحشة، دي ريحة بكتيريا هي اللي بتخلي الفايش بتاعنا يخمر بسرعة. زي ما انتوا شفتوني كده، انا زودتها شوية مية او شطفت البرطمان بمية، وهنزل افرك اللبن القاطع ده بالسمسم مع المية دي او بالمية اللي قطعت. وهحط الدقيق على طول. الدقيق انا مش عايزاه كتير، انا عايزة العجينة دي مرخية، مش عايزاها عجينة متماسكة. تمام، خدي بالك من الحتة دي، لازم العجينة تكون مرخية زي عجينة الزلابية بالظبط. هناخد وندي كده في العجين لحد ما توصلي للقوام بتاع عجينة الزلابية. عايزة اقولك على حاجة من اسرار النجاح، تذكري الله انت واسرار نجاح العجين. اذكري الله كتير انت وبتعجني. صدقيني اول ما تيجي تعجني اي حاجة او تعملي كيكة او تعملي اي اكلة خايفة منها، او في عندك ضيوف، اذكري الله عليها. يعني شهدي، قولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وتصلي على النبي كتير، تقرأي قرآن، تذكري الله. اهم حاجة تذكري الله انت وبتعجني العجين. يلا ما تنسيش تعملي لي لايك دلوقتي على الفيديو وتشجعيني وتدعميني. اهي ده القوام المطلوب بتاع العجينة. بصي نفس عجينة الزلابية بالظبط. تمام تمام. انا هتخلص من العجينة وهغسل ايديا، وهجيب الحلة دي برضو اغطيها واحطها في مكان دافي. بس انا علشان العجينة دي تخمر معايا بسرعة انا هحطها تحت البطانية. تمام. روح جايبة زي ما قلنا الحلة ديت. انا بس ايه باخد العجين اللي على الجناب ده كله، لازم انزل كل العجين. العجين ده حلو جدا، هو اللي هيخمر معايا العجينه بسرعه. هغطيها وبروح حطاها لفها في فوطه او في ملايه نظيفه، وبروح احط عليها بطانيه علشان تخمر معايا بسرعه. كده مكونات العجين معايا. اكيد كده طبعا لما انا جبت السمنه دي اكيد طبعا الخميره خمرت. انا باخد كيلو السمنه بالزيت، كيلو سمنه وزيت مع بعض مخلط مع بعض يعني. بجيب الكميه دي اللي انا حطيتها وبسيب شويه على جنب علشان الف بيها العجين في الاخر. كده انا بضيف 3/4 السمنة بالزيت، وبحط عليه كيلو الا ربع من اللبن. ما عندكيش لبن يبقى نص كيلو لبن وتزودي عليه مية. تمام تمام. بنجيب نص كيلو من السكر. العجنة دي عجنة 6 كيلو دقيق.
كيلو من اللبن وكيلو من السمنة على زيت ونص كيلو من السكر و3 معالق كبار من الكركم، ما تكتريش الكركم عن كده، وشوية سمسم وذرة ملح. بس انا نسيت ايه؟ نسيت البيكنج باودر، نسيت كيس البيكنج باودر، بس هحطه تاني، هحطه ورا يعني، سامحوني. المهم هقلب الخليط ده كله مع بعضه. بس انا عايزه ادوب السكر، همسك بايدي كده وادوس لتحت علشان السكر يدوب معايا كويس. ما تنسيش ان احنا سايبين ربع كميه الدهن اللي هو السمنه مع الزيت على جنب. ليه؟ علشان الف بيه على العجين. زي ما انت شايفه كده هفضل ادوب لحد ما اشوف السكر بتاعي داب خالص، اروح ضايفه الدقيق. انا هوريك الخميره ما شاء الله عليها، انا كمان استعجلت على الخميره. بص الخميره ما شاء الله عليها تحفه. مش هنعوز خميره فوريه، احنا دي الخميره بتاعتنا الاصليه، مش هنعوز اي ولا هنزود خميره فوريه، احنا هنحط الخميره دي بس، دي اسمها خميره اللبن. ما شاء الله عليها تحفه وريحتها حلوه جدا. انا هفضي الخميره كلها. عايزه تخلي الحله تتملي يبقى بتصبري عليها شويه ايه تخمر. هي بتاخد ساعتين في الشتاء وساعة ونص في الصيف. انا طبعا ما صبرتش عليها عشان عايزه اخلص بدري، فروحت يا دوب شفتها كده طلعت او اخدت 3/4 الحله، قلت مش مشكله، كده كده برضو هتخمر معايا في العجين. بنزل كل اللي في الحله، مش عايزه اسيب ولا فتفوته في الحله زي ما عملت في البرطمان. وهجيب شويه ميه اشطف بيها الحله وانزل كل الميه برضو مع الخميره، وبدوب الخميره كده مع السمنه والسمسم والسكر وكل حاجه زي ما انتوا شايفين كده. وبرضه هنذكر الله كتير ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اذكر الله، العجين بتاعك هيطلع زي الفل، والله العيش بتاعك هيطلع تحفة. تذكري الله كتير. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده انا هضيف الدقيق. انا هحط كله مرة واحدة لان انا عارفة العجينة بتاعتي بتاخد قد ايه. تمام تمام زي ما انتوا شايفين كده. انا هضيف كل العجين بتاعي او كل الدقيق بتاعي، وهناخد وندي في العجين. انا برضو نسيت البيكنج باودر، مالي كده ناسيه ليه؟ بس باذن الله هحطه دلوقتي، ما تخافوش هحط البيكنج باودر. البيكنج باودر برضو مهم جدا في خميره الفاش، في عجين الفاش، بيخليه هش وحلو كده ومفرغ زي ما شفتوه في اول الفيديو. انا بس معلش سامحوني، انا مش هعرف اعجن قدامكم العجين، لازم اشمر ايدي. فانا هطفي الكاميرا، بس قبل ما اطفي الكاميرا هحط لكم كيس البيكنج باودر. يلا ننزلي دلوقتي وشجعيني واعملي لي لايك وقولي لي في التعليقات تسلم ايدك يا ام عمر. زي ما انتوا شايفين كده العجينه بسم الله ما شاء الله تحفه. لازم تاخدي وتدي في العجين كويس. اسرار نجاح العجين ان انتي تعجنيها بكل حملك. يعني بصي زهقانه طهقانه فيش غلك في العجين. ديت السمنه اللي انا قلت هخليها على جنب عشان الف بيها العجين. زي ما انتوا شايفين كده انا بعجن وبلف العجين بالسمنه اللي قاعده دي او اللي فاضله دي اللي انا سبتها على جنب. احنا في الصعيد عندنا بنقول عليها بنلف العجين، بنلف العجين بالسمن. برضو هنزل عشان اشمر ايديا واعجن كويس. زي ما انتوا شايفين كده انا وصلت للقوام المطلوب وخدت كل السمنه او الزيت اللي كانوا عندي. وعايزه اوريكي بص العجينه فظيعه. عايزه العجين يطلع حلو معاكي ويتخمر بسرعه معاكي ويطلع هش، خدي ودي كتير فيه، اخدميه كويس، اعجني فيه بكل ما فيكي، اعجني بضمير. كده انا قطعت العجينه وسهلة التشكيل معايا. يبقى انا كده خلاص وصلت للمرحلة الاخيرة. انا خلاص كده خلصت. هغطي العجينة دي كويس بصينية واروح حطاها تحت ملاية وفوق الملاية بطانية علشان تخمر معايا بسرعة. انزلي واعملي لي لايك. هنا بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. العجينة زي ما انتوا شايفينها كده تحفة، خمرت. يعني انا اخدت معايا، انا كنت بصراحة عاملاها الجو كان حلو، لا صيف ولا شتاء. تمام تمام. انا مش هقطع الفايز زي ما احنا بنقطع واحده واحده، لا انا بجيبه بعمله زي عيش التوست. بصراحه بيسرع معايا في الوقت، يعني ما بياخدش معايا وقت كبير، وفي نفس الوقت ما بياخدش معايا سمنه وزيت كتير، غير لما انا بكون عامله واحده واحده
يعني لما بتيجي تقطعي فص فص اللي هو واحده واحده، يعني بتدعكي ايدك بالسمنه، تدهني ايدك سمنه وتروحي مقطعه واحده، تحطيها وتروحي دهنه ايدك تاني سمنه وتقطعي واحده. لكن انا كده بعمل رغيف كبير اللي هو توست، وبدهن ايدي مره واحده بس من السمنه زي ما انتوا شفتوني كده، وهفردها. هفرد العجينه دي كده واروح لفاها رول. اول ما بتيجي تفرديها وتلفيها رول بتدخلي الهواء من جوه في العجينه، بتخلي العجينه تخمر معاكي بسرعه. يعني الحركه دي بتساعد على خمور العجين بتاعك او الفايش بتاعك، يخمر معاكي بسرعه وبيطلع هش وفيه فراغات كتيره جدا جدا، وبيطلع شكله بسم الله ما شاء الله عليه تحفه. بعد ما قفلت كويس وضغطت عليه بدهن الصاج زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه تدهني الصاج دهنه كويسه عشان ما يلزقش معاكي. وبروح ابطط كده زي ما انتوا شايفين كده. انا السمنه مش هياخد معايا سمنه كتير، خلي بالك، لان انا بدهن ايدي بس. وبروح مقطعه الرغيف الكبير دوت اللي انا هقطعه بعد كده بعد ما يستوي. بجيب وبفرد العيش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وهروح اجيب قطعيه كبيره تانية، رغيف جنبه تاني كبير، وهعمل فيه نفس الحركه. خدي بالك انا بعمل ايه كويس. انا بجيب رغيف كبير كده اهو او قطعه عجينه كبيره، وبروح فرداها بالنشابه زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه العجين بتاعي يخمر. لما بعمل كده بطلع الهواء وبلف العجين، بيبقى مفرغ معايا من جوه وهش وبيخمر معايا بسرعه، وفي نفس الوقت ما باخدش دهنه كتيره من السمنه. مش هاخد دهنه سمنه خالص. هلف العجين رول زي ما انتوا شايفين كده، وهقفل عليه كويس. اهم حاجه انا وبضغط عليه، انا وبلفه كده لازم اضغط عليه كويس زي ما انتوا شايفين كده، علشان اخرج كل الهواء اللي جوه العجينه اللي انا لفتها. لازم افرغ منه الهواء، لازم تضغطي كده علشان الهواء يطلع، عشان بعد كده تخمر معايا بسرعه زي ما انتوا شايفين كده. وهروح اجيب دهنه سمنه، واروح شفتوا زي ما انتوا شايفين في الجناب بعمل ايه، وهجيب واحده تانية وادهن في الجنب اللي انا كنت حاطاه في الاول. ما بتاخدش معايا كميه دهون خالص، بتاخد حاجه بسيطه جدا جدا، غير لما انا اكون عاملاها واحده واحده. وابطط العجينه زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام. صلي على النبي واذكري الله كتير، وانزلي ادعميني واعملي لي لايك. انا بسم الله ما شاء الله خلصت الكميه كلها، وبوريك ان النشابه هي اللي انجزت معايا. وعايزه اوريكي حجم العجينه بيكون عامل ازاي في الصاج، وهيكون عامل ازاي. دي السمنه اللي فضلت معايا او اللي اتبقت. بصي كده الصاج العجينه واصله لحد فين، وبعد الخمور هوريكي وصلت معايا لحد فين. انزلي اعملي لي لايك. بصي بسم الله ما شاء الله، دي العجينه بعد ما خمرت معايا طلعت فوق الصاج بسنتي كمان. بسم الله ما شاء الله عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا كنت مولعه الفرن. انا مش هحط السجان غير لما تكون الفرن والعه على الاخر، وهروح حطاها، واول ما تستوي هروح مطلعاها كده. اول ما يبرد معايا الصاج بروح جايبه العيش بتاعي وعاملاه كده اهو، مفصصاه من بعضه، وهقطعه شرايح زي ما انتوا شايفين كده. اسهل حاجه بصراحه، وفي الشكل كمان بتكون شيك جدا. بص الفراغات شكلها حلو، شكلها بسم الله ما شاء الله عليها تحفه. هنقطع كده اهو. يعني بصي هتلاقي ان القراقيش بتاعتك كلها شكل واحد، لون واحد. انا بس عايزه اوريك الفراغات، هي مش باينه من الكشاف، انا حاطه في الكشاف بس علشان تشوفي الفراغات شكلها عامله ازاي. بصي ما شاء الله عليها تحفه تحفه تحفه. هنا انا خلصت. يعني انا بوريك احنا بنرص في الصاج ازاي، وبكون مولعه الفرن عشان احط السجان بتاعتي. اسرار ان اللون يطلع معاكي ذهبي ومقرمش كده ومتحمص من غير ما يتحرق، بتسيبي باب الفرن مفتوح شويه. انتوا بتحمصي العيش، انتوا بتحمصي القراقيش، لازم تسيبي باب الفرن مفتوحه شويه. ده كمان سر تاني من اسرار نجاح القراقيش او تسيبي باب الفرن، بتسيبي باب الفرن مفتوح واتكلي على الله، وبيطلع معاكي تحفه زي الشكل ده. بصي بقى الفراغات، وبصي الحلاوه بتاعه القراقيش والفايش الصعيدي. يعني بصراحه تسلم ايدي اللي انا عملت القراقيش دي. ما تنسوش تدعموني بلايك، وصلوا على الرسول واذكروا الله كتير. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد.